خلاص صحيت وبجهز حاجتي ورايح الامتحان. قلت كده الاهل بدون اي مقدمات، يا جدعان انا مش رايح الامتحان ده. فانا بقلب الورق كده واقسم بالله اتصدمت صدمه. انا كنت هموت من الفرحه ساعتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا النهارده جاي احكي لكم قصه امتحان ثانويه عامه اللي ما كنتش هدخله قبل الامتحان بكام ساعه. يعني أنا خلاص صحيت وبجهز حاجتي ورايح الامتحان. قلت كده الاهل بدون اي مقدمات، يا جدعان انا مش رايح الامتحان ده. تخيلوا انتوا بقى ردة فعل اهلي، ابنهم صاحي الصبح يقول لهم يا جدعان انا مش رايح الامتحان قبل الامتحان بكام ساعه. فالمهم انا كان عندي امتحان الماني، وانا ما يعني الالماني والانجليزي ما كنتش بحبهم قوي، كنت بحسهم كلمات كتير وحاجه متعبه كده. يعني مثلا انت مش بتفهم، لا انت لازم تحفظ. يعني الالماني والانجليزي كان حفظ اكتر ما هو فهم. انا بتكلم على الكلمات مش بتكلم بقى على القواعد وكده. المهم انا ما كنتش عارف انام قبل الامتحان بيوم. انا مش عارف انام اللي هو ليله الامتحان، انا مش عارف انام وعمال افكر في الامتحان. والمشكله عندي في الامتحان ما كانتش على الام سي كيو والحاجات دي. انا عندي الامتحان كان المفروض ان هو احنا من اولى وتانية كنا الامتحان كله كان اختيارات بس. جينا بقى في تالتة قالوا لنا الامتحان هيبقى فيه كتابة، فيه بقى نكتب بقى ايميل او حاجة زي كده، كنا هنكتب كتابة. واحنا في الدرس المستر كان معلمنا ما نكتبش، يعني مش بيخلينا نحفظ حتى الكلمات بالكتابة، لا انت بس بتحفظها بعينك، لان انت كده كده مش محتاج حتى ولا تقراها، انت محتاج بس تبقى فاهم ان الكلمة دي معناها كذا. فتخيل انت بقى داخل امتحان وعندك مثلا بتاع 15 16 درجة مقالي، وانت مش عارف تكتب ومش عارف تعمل اي حاجه. فانا ساعتها بقى عارفين انتوا اللي هو الكهرباء، انت جالك كهرباء وانت مش قادر تروح الامتحان عشان انت داخل في حاجه انت متاكد ان انت تغلط فيها. فالمهم انا قبلها في مراجعه ليله الامتحان، كانت قبل الامتحان بيومين، المستر كان مدينا ورقه كده كان فيها مثلا بتاع 10 ايميلات او حاجه زي كده. هو مثلا هيجي لك مثلا يقول لك احكي لي عن كذا، فانت بقى تقعد بقى تحكي له. تخيل بقى انت مش حافظ اصلا كلام الماني انك تقعد تكتبه، انت حافظ بعينك بس، يعني حتى الكلمه مش هتعرف تكتبها. فالمهم كان مدينا 10 ايميلات تقريبا، وانا ما مش هقدر احفظهم لان انا اصلا مش فاهم يعني، مش هعرف اكتب. انا داخل حاجه انا متاكد ان انا هضيع فيها. تخيل انت داخل الامتحان وعندك مثلا بتاع 10 12 درجه انت داخل تضيعهم. تخيل انت بقى في ثانويه عامه والموضوع ده اللي انا بقول لك عليه، انت داخل عندك 10 12 درجه داخل كده تضيعهم. فالمهم انا رحت قلت لاهلي انا مش رايح الامتحان. وطبعا يعني ردة فعلهم كانت يعني غريبة، ازاي انت مش رايح الامتحان؟ هم صراحة يعني ما اجبرونيش اللي هو لا لازم تروح، لا هو انا كده كده يعني اللي انا لو شايف ان انا رايح مش عارف احل ما كنتش هروح الامتحان. بس انا اهلي قالوا لي صلي ركعتين واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وخش كده، يعني مش هتخسر حاجه يا عم اقعد في الامتحان. لقيت الامتحان صعب خلاص امشي وما ما تمشيش، امشي وما تحلش وخلاص كده سيب الامتحان بقى تبقى اتاكد. فالمهم يا جدعان انا طبعا صليت ركعتين، اهم حاجه قبل اي حاجه تعملها تصلي ركعتين. ده كان في حديث عن سيدنا محمد ان هو لما كان بيبقى عنده ازمه او حاجه مضايقاه كان على طول بيروح يصلي لربنا. بيصلي تقريبا دي اسمها ركعتين قضاء حاجه، دي بتقضي لك اي حاجه بس تكون بتصليها بنيه صافيه. فالمهم يا جدعان انا صليت الركعتين دول وجهزت نفسي. طبعا انا يعني انا مش عارف، انا داخل الامتحان انا متوتر مش قادر، اعصابي مشدوده وحاسس ان انا داخل مش عارف اعمل حاجه. فالمهم انا ما كنتش رايح بالامتحان كله غير بورقه واحده اللي مكتوب فيها العشر ايميلات. انا رايح الامتحان عشان اقعد ارجعهم لان انا كنت بروح قبل الامتحان مثلا بساعتين، فنقعد نراجع بقى، نقعد نراجع. فانا ايه قلت انا مش حافظ، يعني انا داخل انا مش حافظ. المهم بقى وانا في طريق الامتحان كان معايا ورقه اللي هي كان المستر مديهالنا اللي كان فيها 10 قطع، 10 قطع يعني مثلا مش قطعة، كان فيها 10. فانا قعدت ادور كده وقلت انا اختار واحده بس اذاكرها واسيبها على ربنا. والله يا جدعان اقسم بالله ده اللي انا عملته، وانا راكب المواصلات خلاص ورايح للامتحان. فكان في قطع عن يوم في الاجازه، والله هي قطع عن يوم في الاجازه. انا قعدت احاول نحفظ القطعه دي حتى لو انا يعني بالشكل كده. بحاول ان المستر كان بيدينا مثلا ايه زي فاكرين زمان كنا بنكتب كده القطعه بطريقه سهله كده، يا دوبك بس اكتب فيها كلمه او كلمتين والباقي كله محفوظ. فانا عملت كده، انا قعدت طول ما انا رايح في المواصلات عمال احفظ بس في القطعه دي، احفظ بس في القطعه دي. والله قعدت الطريق كله قاعد بس بحفظ في القطعه دي. هتقولوا لي اشمعنى القطعه دي؟ اقول لكم اقسم بالله العظيم ما اعرف اشمعنى القطعه دي. فالمهم بعد ما انا حفظت القطعه دي انا بقى دخلت الامتحان طبعا متوتر. ويعني نسبة ان انا تجيلي القطعة اللي انا بحفظها دي 10%. مثلا انت بتقول عندك 10 قطع، نسبة ان انت تجيلك القطعة دي 10%. فالمهم انا بقى قاعد وطبعا بقول ادعيتي قبل ما افتح الورقة اصلا، واول حاجة بصيت فيها هي المقالة اتاكد بس إيه القطعة اللي جاية لي. فانا بقلب الورق كده واقسم بالله اتصدمت صدمة. انا كنت هموت من الفرحة ساعتها، لقيت نفس القطعة اللي انا والله قاعد الطريق كله عمال احفظ فيها، بس والله لقيت نفس القطعة بالنص.
اول ما خدتها طبعا بقى كده فرحت جدا، ورحت على طول كتبت كل اللي انا حافظه ساعتها عشان ما انساش. تخيل انت لسه حافظ حاجه طازه وتلاقيها جالك نفسها بالظبط، والله يا جدعان نفس القطعه بالظبط. كتبت بقى كل حاجه، وقعدت بقى ايه بحل الامتحان التاني. الحاجات التانية كانت في صعوبة، بس انا كنت بحل يعني ايه، وانا خلاص مطمن ان انا يعني القطعة اللي انا كنت شايل همها كله الحمد لله راحت. فالمهم يا جدعان انا قاعد بقى بحل، وكان في مثلا عندي مثلا بتاع 3 اسئله انا شاكك فيهم، انا مش عارف ايه الصح وايه اللي غلط، ولا 4 اسئله كمان. فانا عملتهم، ويا جدعان انا باجي جيت في اخر دقيقه في الامتحان غيرت الاربعه دول. غيرت الاربعه دول ليه انا مش فاهم، مع اني معيش اساس علمي بيثبت ان انا اغير دي اصح. انا ما اعرفش يعني 4 اسئله انا اصلا مش عارف اجاباتهم بالاختيارات اللي فيهم، والاربعه اللي غيرتهم بتهيالي بعد ما رجعت بعد الامتحان طلعوا صح. فالمهم انا بعد امتحان الالماني رحت رجعت بقى مع المستر بتاعي، ورجعت على اليوتيوب افك كنت ابقى ناقص كام درجه. درجه والله درجه. فالمهم يوم النتيجه لقيتني ناقص 10 درجات، انا مش عارف ليه لحد دلوقتي. يعني مش عارف اقول ايه، انا كل ماده كنت براجع فيها كويس الاقيني ناقص فيها درجات كتير. المشكله ان انت مش عارف ايه سبب يعني ايه السبب اللي انت تنقص فيه العشر درجات دي، ما تعرفش بقى هل بقى اللي بيصححوا ازاي، انا مش فاهم. بس المهم ان انا زعلت برضو لما لقيت ناقص 10 درجات. هو انا مش زعلان ان انا ناقص 10 درجات، انا زعلان ان ده مش حاجتي انا. يعني انا لما انا ناقص درجه ومراجع مع المستر اللي هو كان حاجه كويسه جدا في الالماني، وكان عامل ماجستير يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ما كانش في سؤال بيقف قدامه. فانا ان انا راجع عليه ناقص 10 درجات وانا مراجع على درجه واحده، صراحه دي كانت حاجه مزعلاني. ولكن زي ما بقول لكم انتوا لو سبتوها على ربنا، يعني حتى لو انا نقصت 10 درجات انا كنت ممكن انقص 12 درجه من 10 درجات، يعني اشيل الماده بتهيألي. ف سيبوها على ربنا وادعوا ربنا كتير، وبس كده.